ورجعنا لكم من جديد ومكملين باقي فقرات مصر الحلوة. مصر الحلوة اللي الشعب قدر أن يرسم ملامحها في أجمل صورة على مدار 3 أيام فاتوا، خرج فيها كل المصريين للتصويت لاختيار رئيس مصر القادم. مصر الحلوة اللي دايما في حلقتنا بنأكد على دور كل المصريين في رسم التابلوهات الجميلة لكل المشاهد اللي دايما بنشوفها. الناس كلها اتكلمت خلال ال3 أيام اللي فاتوا على الأحزاب ودور الأحزاب المصرية، واتكلمت كمان من قبل الانتخابات في فترة التجهيزات والدعاية على الأحزاب المصرية ودورها في الشارع ودورها في الحشد. كان البعض ما بين مؤيد أحيانا لهذا الدور والبعض كان معارض لهذا الدور، لكن في النهاية احنا قدام مصر الحلوة اللي كل الأحزاب، شرطة، جيش، شعب، أحزاب مصرية قدرت ان هي تصيغ هذه الصورة وتقدر ان هي تحط ملامحها علشان في النهاية نرسم حاجة اسمها مصر الحلوة. احنا النهاردة في حلقتنا بيشرفنا الترحيب بالأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، ونورتنا النهارده، وحابين نعرف ايه رأي حضرتك. هل المصريين نجحوا في العملية الديمقراطية زي ما كان بيقول عننا نحن المصريين لا نصلح للديمقراطية؟ لكن قبل ما حضرتك تجاوبني كمان بنوه على حضراتكم، عندنا ضيف مهم جدا في الفقرة الأخيرة، خليكم معانا في مصر حلوة، وهو الحاج محمد برغش نقيب الفلاحين، وهم فئة مهمة جدا لا اعترضوا ولا انسحبوا، لكن هنهتم بضيفنا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا فندم. هل نجح المصريين في العملية الديمقراطية؟ لا، المصريين مش نجحوا، المصريين بهروا العالم، لأن اللي حدث في 3 أيام هو كان تأكيد لما حدث في 30 يونيو، وتأكيد لما حدث في 3 يوليو و26 يوليو وما حدث في الاستفتاء، وتأكيد على رفض المصريين حكم الفاشية الدينية المتحالف مع الغرب المعادي لنا على مدى عام كامل. وبالتالي احنا مش مستنيين شهادة من الغرب. أنا في حزب الجيل الديمقراطي بعتبر الغرب معادي لنا، بعتبر هو نفس الغرب اللي جالنا بحملات سموها ظهورا وبهتانا في التاريخ باسم الحملات الصليبيه، وانا بحب اسميها بحملات الفرنجه او حملات الغرب اللي جه احتلت فلسطين لحد ما حررها المصريين بعنصريه المسلمين والاقباط. هذه المعركه ما زالت مستمره حتى الان، واللي حدث في 3 سنين هو كان مخطط واضح لرسم خريطه جديده للشرق الاوسط. الشعب المصري هب واسقطها بعد ان تصور هذا الرسيم المخطط انهم امتلكوا الامر في الشرق الاوسط كله، وانهم اصبحوا ماسكين ادوات الحكم في مصر اللي هي السلطات الثلاث، التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، كانوا زاحفين عليها لولا وقفتنا في مجلس الشورى، وكنت انا بقود المعارضه في مجلس الشورى في زمن مرسي، وكونا ما سميناه كتله نواب التيار المدني، واستطعنا ان احنا برغم الاغلبيه الكاسحه للاخوان بس ما كان عندهمش خبرات، وغرورهم ما كان متصورهم انهم لما يقولوا شيء يبقى على طول امر فيطاع الجميع. قدرنا نحبس لهم التشريع اللي هم جايبينه بتعديل قانون السلطه القضائيه في قلب لجنه الاقتراحات والشكاوى. وانسحاب هذه الكتله في لحظه من اللحظات حط مجلس الشورى في مأزق وقتها. نعم، وقدمنا استقالات قبل 30 يونيو. هذه الكتله بقى اللي اتكونت بعد كده ما سميناها التيار المدني الاجتماعي. هو في 21 حزب سياسي، ودي اعلى تكتل، اكبر تكتل حزبي في مصر. وده يعني السؤال اللي سيادتك سالته في الاول، هم عملوا ايه في المعركه الانتخابيه؟ ده احنا عملنا 21 سؤالي اللي جاي 21 مؤتمر حاشد في محافظات مصر المختلفه دعما للمشير عبد الفتاح السيسي بدون ما ننسق مع المشير عبد الفتاح السيسي. احنا على فكره عملنا هذه المؤتمرات حبا لمصر ولكي ننتصر على المؤامره الخارجيه، وفي نفس الوقت كنا دايما في مؤتمراتنا بنقول لن نكون موقفين على اعتاب المشير عبد الفتاح السيسي عندما يكون رئيسا للبلاد. احنا سنتولى زعامه المعارضه كما توليناها في عهد مبارك وفي عهد مرسي في مجلس الشورى، اروح مجلس النواب ونتولى المعارضه، بس معارضه عارفه ايه؟ عارفه حدود امنها القومي المصري والعربي، وبتعمل من خلال هذه معرفتها بحدود الامن القومي المصري والعربي، وتكون هي حجر عثره امام كل المخططات، وخاصه ان الغرب بيعتمد على بعض ابنائنا اللي بيعيشوا بين ظهرانينا، ولكن للاسف الشديد بيتلقوا تمويلات اجنبيه تحت اسامي ونشطاء، تحت اسامي منظمات حقوق الانسان. كل هذه دكاكين لتنفيذ طبعا كل هذه الدكاكين لتنفيذ المخططات الغربيه المعاديه للشرق
بكل ابنائه مسلمين ومسيحيين. جماعة خلينا نشوف الفرحة معانا على الشاشة، مش عايزين نبعد النهاردة عن الشعب المصري. هاتولنا المصريين وهم بيحتفلوا أثناء كلام أستاذ ناجي، خلينا كده نحتفل معاهم. كيف ترى نزول المصريين النهاردة يا أستاذ ناجي؟ لا هم نزلوا امبارح. الثلاث أيام انا اللي امبارح كنت في الشارع. ده بالليل كمان يعني، أمال بدأوا إيه؟ امبارح بالليل. الاحتفال أنا بقول لك الشعبي. ما نمتش لغايه دلوقتي، وانا بقالي في العمل السياسي من 77. حضرتك كمان نزلت مع المصريين؟ نزلت امبارح وكانت فرحه عارمه. المصري عنده ترمومتر عجيب، بيعرف متى يفرح، متى يعلنها الدنيا مدويه رفضه لكل المخططات المعاديه. يعني كان كلام يتقال عملته الآلة الإعلامية الإخوانية. فرحة المصريين معانا هم، مش عايزين نبعد عنهم، سواء كنا في الاستوديو أو معاهم في الشارع، فهم في قلبنا، فاحنا عايزينهم يفضلوا معانا في الاستوديو كمان. صحيح. اتفضل يا فندم. قال لك الشباب لم يشارك، وقالوها في الساعات الأولى اللي ما فيش إحصاء رسمي. في حين أنا لما رحت صوتت في أحد لجان القرية الجديدة، الطابور كان واقف يعني على بدع مئات الامتار، وقعدت ساعتين، واللي كان واقف كله في الطابور شباب. امبارح بقى لما نزل الشباب في التحرير وفي كل ميادين مصر علشان يرد على هؤلاء، احنا الشباب اهو نازلين وبنحتفل. فطبعا مصر بكل ابنائها ذكور واناث، شباب وبنات، كلهم نزلوا امبارح. وقبل كده هم كانوا طبعا اصطفوا في صفوف مترصه، يعني نظام بديع حضاري علشان يطلب اصواتهم. وبرضه اخترعوا حاجه مش موجوده في العالم كله، ان هم بيطلب اصواتهم وكانوا بيعلنوا ان هذا الاداء بالصوت بالنسبه لهم عيد للديمقراطيه او عرس للديمقراطيه. كان الاهازيج، الاغاني، الرقص يشترك فيه الجنسين. دي الروح المصريه اللي هي العالم كله واقف قدامها مجدوها. يمكن اللي الفرحه اكتر وجود الاطفال يا فندم. نعم، هو الاسره المصريه على وجود الاطفال دي الاسره المصريه كانت نازله، ولا بد ان نحيي طبعا السيده المصريه بكل مراحلها العمريه، مش من مختلف انواعها زي ما كان بيقول المعزول. مراحلها العمريه. استاذ ناجي، حضرتك اتكلمت عن 21 حزب سياسي نعم. داخل تكتل قوي قادروا انه يشكل الكتله المدنيه في مصر. طيب ال 21 حزب سياسي، المرحله اللي جايه خطوات ال 21 حزب سياسي، هل المفروض بناء دولة مصرية عظيمة قادرة ان هي تدخل التحدي، ولا هيكون برضو وسط هذا البناء شايفين معارضة موجودة لما يمكن ان يكون مؤشرات من ضمن المؤشرات بعدم الالتزام مثلا باي عهود او شكله؟ شوف حضرتك، احنا نهينا من خريطة المستقبل استحقاقين: الدستور او رئيس منتخب البلاد. فاضل الاستحقاق الاكبر والاعظم انتخابات البرلمان. لان الدستور الحالي هو عمل اشكاليه انا شخصيا مش موافق عليها، برغم احنا كنا بنحشد الناس للتصويت عليه. هو جعل مصر فيها نظام براسين: الرئيس ورئيس الحكومه. والرئيس ده هو رئيس المنتخب من الشعب اللي وفق هذا البرنامج الشعب منحه سقطه. اما رئيس الحكومه جاي عبر البرلمان عن طريق انتخاب غير مباشر. لو اختلف الاثنين الحياه في مصر توقفت. وده اللي بيحاول المخطط الغربي يعمله، يحاول عن طريق الصفوف الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه غير معروفه يخليها تتسرب لمجلس النواب. الرئيس اللي موجود دلوقتي ب 94% تقريبا، المؤشرات اللي يعني انت مش نتيجه زي اللي فاتت في الانتخابات اللي فاتت. لا يكفي التشريع الدستور. ما انا واخد بالي، انا بتكلم انه الانتخابات اللي فاتت يمكن كانت النسبه متقاربه في حد ذاته، لا ده كان فيها تزوير فاضح واحنا عارفين التزوير. لكن انت دلوقتي قدام ملايين مصريين. تعالوا النهارده خلينا في مصر الحلوه. ايه رايكم؟ بس انا شايفه الكلام بس عايز بس بين قوسين بس. هو خلص. رئيس الجمهوريه طبقا للدستور 14 معاه اشراف مباشر على وزاره السياده اللي هي الدفاع والخارجيه والداخليه والعدل والاعلام. رئيس الوزراء معاه بوكيل، فلازم يبقى في تجانس من الاثنين وتناغم عشان نقدر نبني مصر. مصر ما زالت ثروتها حتى الان كامنه في ارضها، محتاجه الرجل القوي المخلص الامين اللي يفجر هذه الطاقات ربنا زرعها في ارضنا. يعني حضرتك معترض على الفقره دي، عايز يبقى رئيس الوزراء من اختيار الرئيس؟ لا انا عايز بقى ننتبه، الشعب ينتبه لاختيار مجلس النواب بحيث يكونوا النواب وطنيين، ما يبقوش عبء على الرئيس، ولكن يكونوا عون على الرئيس وهو بينفذ برنامجه او بيحقق احلامه على الارض. لو سمحت لي هنشوف الحكومه اللي احنا بنتكلم عنها، ومعانا على الهاتف دكتور خالد حنفي وزير التموين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. مبروك سياده الوزير، بتضامنكم كلكم طلعتونا انتخابات محترمه شرفتنا قدام كل العالم يا فندم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل كان في توقف في وزاره التموين وما يعني استحقاقات المواطنين الفتره اللي فاتت دي اثناء الثلاث ايام الانتخابات والوقت الحالي اللي احنا فيه يا فندم؟ هل ده اثر على احتياجات المواطنين او اداء الوزاره تجاه المواطنين؟
لا على الاطلاق، يعني احنا ودايما بقول احنا بنشتغل بشكل فني وبشكل متواصل، ويعني احنا لسه في المكتب ماشيين، وامبارح واول وكل يوم مستمرين، يمكن من الصبح لغايه بالليل شغل مستمر. مشاريع جديده بتتفتح. هنطبق مثلا منظومه العيش يوم السبت في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. كنا في اجتماعات مع الشركه القابضه، مع شركه السكر، مع المجمعات الاستهلاكيه. لا الشغل ماشي بالعكس، يمكن ماشي بقوه شديده جدا، والناس عندها حماس اكتر يمكن. ده شيء رائع سيادة الوزير، وده ما اعتدناه على كل وزارة المهندس محلب. سيادة الوزير، ايه الدعم اللي قدمتوه للانتخابات خلال ال3 ايام اللي فاتوا دول؟ كان ايه دور الوزارة؟ هل كان في دور لحضراتكم اثناء العملية الانتخابية؟ لا بالنسبة لوزارة التموين ما فيش أي دور لها علاقة بموضوع الانتخابات. دور مجلس الوزراء الطبيعي اللي هو تنظيم العملية الانتخابية انها تكون في حيادية وكده، انما دور الوزارة ليس لها دور في موضوع الانتخابات على الإطلاق. لكن كنتم متواصلين في وزارتكم، ما فيش الا اللي هو اليوم الاجازه اللي منح وكان مشكور عليه سياده رئيس الوزراء. العمليه ماشيه بانتظام، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. بقى في دلوقتي يوم الاجازه طبعا كان اجازه للموظفين في الوزاره، انما القطاع الخاص بالوزير وقطاع المكتب الفني كنا شغالين طول الوقت يعني. ده شيء رائع، كنا حابين نعرفه من حضرتك. دكتور خالد حنفي، مساء الخير. سنوي يا فندم. مصر الحلوة حضرتك شايفها بعد يعني في الأيام اللي جاية شايفها إزاي، وإيه هو الدور اللي مطلوب من المواطن؟ حضرتك تقدر تقوله لنا إنه بالتعاون بينه وما بين قطاع التموين أو قطاع خدمي مهم زي اللي حضرتك موجود فيه، الدور المهم اللي مطلوب من المواطن خلال الفترة اللي جاية عشان يقدر يكون مساند أساسي في المرحلة اللي جاية عشان نقدر نرسم مصر الحلوة بيه. أولا إحنا يعني المرحلة الجاية إن شاء الله هتكون استكمال اللي احنا بدأناه من 30/6، ان مصر بتتغير للأحسن، وانا متفائل جدا في ده. احنا يمكن بنعمل مبادرة في وزارة التموين، مبادرة لدعم الغذاء والقيم في نفس الوقت بالتعاون مع احدى الجهات، يعني سنعلن عنها قريبا. بنفكر ان ازاي يكون في قيم العمل تكون اكتر شوية من ما سبق، ان احنا نفكر ازاي نبني مع بعض بلدنا بطريقه افضل. اعتقد ان انا متفائل للمرحله اللي جايه، وشايف التفاؤل ده في عينين ناس كتيره واحنا بنشتغل وفي الشارع، لان احنا شغلنا معظمه مع الناس في الشارع. فانا شايف حقيقه يعني انا شخصيا على مستواي الشخصي متفائل يعني. سيادة الوزير، لو سمحت لي، ستتقدم المفروض الحكومة باستقالتها أمام الرئيس المنتخب الجديد، وده بروتوكوليا يعني. هل ده بيخلي حضراتكم لا احنا مش عارفين هنكمل ولا لا، فبنحط خطط قصيرة المدى أم هي طويلة المدى ويكمل اللي جاي، أو حضراتكم إن شاء الله بإذن الله؟ على الإطلاق نهائي يعني. أولا احنا بنبني نظام وبنبني منظومات مختلفة، وزي ما قلت لحضرتك أنا يعني لسه سايب مكتبي من شوية والناس شغالة، وعندنا عمل في حاجات بكرة شغالين فيها، وفي حاجات يوم السبت، وبنفكر في مشاريع يمكن لسنوات قدام، لأن خلاص كفاية بقى فكرة إن البلد تكون متوقفة على أشخاص أو على وزير أو على حكومة. احنا بنتكلم على مستقبل. الخطة هي خطة وزارة وليست خطة وزير. بالظبط كده. احنا بنتكلم على مستقبل بلد لازم تمشي بشكل مؤسسي، مش قايم على الاشخاص. المواطن اللي بيسمعنا النهارده يا فندم، عايزين من حضرتك خبر حلو لمصر الحلوه، ونقول لهم يعني الناس هتتفاجئ بيه، او هديتكم للمواطنين الفتره الجايه. والله هديتنا للمواطنين ان احنا بندور على كل حاجه تخفف المعاناه عنهم. احنا عملنا منظومه العيش، طبقناها في 3 مدن في القناه، 3 محافظات، وهتطبق في جنوب القاهره يوم السبت ان شاء الله، ومكملين بقيه المحافظات. فدي حاجه كانت عامله ازعاج للمواطن. هندخل معاها انبوبه البوتاجاز ان شاء الله في شهر 7. بنحارب الاسعار عن طريق زياده المعروض وتجويد ورفع كفاءه تداول التجاره من خلال المجمعات الاستهلاكيه وخلافها. احنا شغالين في ملفات كتيره من اللي كانت مسببه ازعاج للمواطنين، بنحاول نحلها تباعا باذن الله. فعلا الناس عليها اعباء كتير، وده اللي احنا بنتمناه في مصر الحلوه. سياده الوزير، بنشكر حضرتك سياده الوزير خالد حنفي وزير التموين. بنشكرك يا فندم، ويا رب دايما مصر حلوه بحضراتكم.
نرجع لحوارنا. استاذ ناجي، يعني لو في تعليق حتى من التفاؤل اللي اطلقه دكتور خالد حنفي وزير التموين انه المواطن هيكون شريك اساسي في الفتره المقبله، وده يمكن بيرسم ملامح الصوره اللي دايما بنأكد عليها مصر الحلوه. احنا دايما اعتدنا من وزير التموين يقول لنا ايه؟ ان احنا هنرفع الدعم. لا، سياده الوزير قال ان احنا هنرفع المعاناه. هنرفع المعاناه وهنطبق يعني كمان هنأكد على تطبيق عدد من المنظومات المهمه لخدمه الشعب. احنا عايزين نرفع الدعم بس يصل الى مستحقيه. لا، هو قال انا برفع المعاناه، وده ما يعني اول مره اسمع وزير التموين يقول ان نرفع المعاناه وليس الدعم. هو راجل محترم، وهو ملوذ اللي دخله مع المهندس ابراهيم محلب الحكومه الجديده. وانا اعتقد ان ابراهيم محلب ووزراء الجدد اللي دخلوا معاه ال10 هم مجموعه من المقاتلين، وهو تحمل يعني تركه حوالي 19 وزير مع حكومه الببلاوي. ارجو ان يتم التخلص وجدد الدم وجدد الروح سريعا. لكن اللي هو الدكتور خالد حنفي هو شاب وخبير بهذه الوزاره المهمه، واعتقد ان هم رجعوا حتى بيرجعوا المجمعات تاني، المجمعات الاستهلاكيه تاني، كانوا ودوها لوزاره الاستثمار. يعني حتى في اخر 5 سنين في حكم الرئيس الاسبق مبارك فصلوا المجمعات الاستهلاكيه اللي كان طورها وزير التموين الاسبق الدكتور احمد جويلي، وحولوها لوزاره الاستثمار، وده كان منتهى الارتباك والتخبط وعدم الاحساس بمعاناه الناس. هو رجع تاني ابراهيم محلب رجعها تاني لوزاره التموين، واعتقد مساله مش موضوع العيش بس، ده انا اعتقد انهم داخلين في مساله منظومه جديده للحوم وللاسماك، وهذه المجمعات هتقوم بدورها فعلا. هم يعني وده في طريقه في رفع المعاناه عن الناس. يعني في النهايه لما تتدخل الدوله بتوفير السلع الاساسيه للمواطن، هي بتسعرها في السوق بدون ما تطلع قرار بالتسعير. ده حقيقي. لان يبقى متوفره عندها بالسعر المناسب اللي هامش ربح بسيط، فدي ممكن بقى ايه تخلي جشع التجار المتحكمين في السوق وهم عدد محدود ان هو يتراجع ان شاء الله، وتبقى مصر حلوه. نرجع للاحزاب، ويمكن حضرتك اكدت على الاهميه في الاستحقاق البرلماني القادم. لو بنتكلم عن الشباب، وحضرتك ذكرت شيء مهم جدا ان الشباب كان حاضر اساسي في المشهد الانتخابي، وده اللي بنأكد عليه ان صورة مصر بتترسم بشبابها. فالمحليات، هل هناك يعني خطة للاستعداد للمحليات من دلوقتي، خاصة ان الدستور ادى كوتا؟ قبل بس ما ندخل على المحليات لازم نؤكد حاجة، ان الشباب اللي تصدر المشهد في مصر على مدى 3 أعوام المشهد الفضائي هم لا يعبرون عن الشباب المصري. الشباب المصري موجود في كل انحاء مصر، شباب اكثر من راقي، شباب عظيم، شباب بيعشق مصر وقلبه بينبض بحبها، وهم كانوا هم عماد الثوره المصريه في 30 يونيو مع باقي فئات المجتمع ورأسهم السيدات. وبالتالي انا مش عايز يبقى عندنا نغمه ان الشباب منفصل عن 30 يونيو، هذه النغمه للاخوان وحلفائها اللي بيسموا نفسهم تحالف دعم الشرعيه. يعني بما ان احنا تكلمنا على المراه، وانا متحيزه للمراه، وعندما تكون في منصب سيادي، اسمح لي هاخد الوزيره وبعدين هرجع اكمل مع حضرتك وشك. يعني احنا عايزين نفرح مع المصريين. سياده الوزيره ناهد العشري، وزيره القوى العامه، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، مساء النور. اهلا وسهلا، نورتينا سياده الوزيره في مصر الحلوه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا. هي فعلا مصر حلوه. حلوه بحضراتكم وبمجهودكم الواضح في الشارع المصري الايام اللي فاتت. كان لكم دور في التنسيق العمليه الانتخابيه سياده الوزيره؟ لا خالص خالص، ما كانش فيه. انت عارفه ان احنا كانت الحكومه عندها تعليمات انها تبقى حياديه خالص. ده شيء رائع. تعليق حضرتك على الناس ونزولها ومشاهدتك ليهم في الشارع، وشكل المصريين كان بالنسبه لكم ايه كوزراء كمان؟ والله حرين، هم حرين، حسوا بالحريه، حسوا ان قرارهم في ايديهم، بيحطوا مصيرهم بنفسهم، بيرسموا خارطه الطريق بتاعتهم بايديهم، مفيش حاجه بتفرض عليهم، مفيش حد بيغريهم باي حاجه، حسوا انهم حرين، وهم دول المصريين اللي هم عايزينهم بيعملوه. هل ده هيؤثر في وجهه النظر الخارجيه دلوقتي للموقف المصري يا فندم؟ اكيد اكيد، واضح المراقبه الدوليه اللي كانت عندنا والجهات اللي بتراقب علينا كلهم اثبتوا بالدليل القاطع ان الحمد لله ان الانتخابات كانت نزيهه، وانها كانت اراده مصريه، ما كانش كما يدعي البعض ان هو كان انقلاب، لا كانت اراده مصريه ودعمها العذاب اللي هو شفناه 3 سنين. شعب عانى منها 3 سنين، كانوا عجاف علينا. اندفع الشعب كله بيطالب بحريته وبارادته وبيسترد كرامته، الشعب اللي بيدافع عن نفسه. دكتوره ناهد مساء الخير.
اهلا يا فندم، مساء النور. انا كنت حابب اعرف من حضرتك رؤيتك لدور المرأة اللي خرجت ده من ناحية، ومن ناحية تاني لأهم القضايا العمالية اللي المفروض يعني الرئيس القادم تبقى موجودة على أجندته، باعتبار أن حضرتك وزيرة القوى العاملة ولديك عدد من الملفات الملحة والمهمة اللي بتواجه قضايا العمال. إيه هي أهم هذه القضايا العمالية التي من المفروض أن الرئيس القادم يبدأ بيها مسيرته في الحياة الرئاسية القادمة؟ لا بس قبل ده كله لازم تقف عند المرأة المصرية وتحط نقطة كده وتبدأ من أول السطر. المرأة المصرية لازم يتوقف قصادها شوية. مش ممكن أبدا تختصر الكلام كله في إن المرأة المصرية وبس. المرأة المصرية كان لها دور ودور فعال، مش في نفسها بس، في نفسها وفي أسرتها وفي أولادها وفي جيرانها وفي الشارع اللي هي ساكنة فيه واللي هي عايشة فيه. المرأة المصرية غيرت حاجات كتير جدا، قلبت الصوره نفسها. المراه المصريه عايزه كتب ومؤلفات تتحكي عليها لان غيرت ايرادات. سياده الوزيره بيشرفنا في استوديو استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وحابب يتوجه لحضرتك بسؤال. اهلا 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 وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ اهلا بيكي. ازاي معاليك يا فندم؟ اهلا. ربنا يخليك يا فندم. دلوقتي حضرتك عارفه ان اللجان النقابيه العماليه ومجالس ادارات الشركات وكانوا جابوا لنا في مجلس الشورى قانون احنا مديناهم سنه او اكثر. ايوه سنه او حتى صدور القانون الجديد. فاحنا ايهما اقرب. وانت عارفه حضرتك ان في كثير من العاملين، وصلنا انا نائب المحل اساسا، غير راضيين عن لجانهم النقابيه. فهل يا ترى في الافق اصدار تشريع جديد للانتخابات العماليه بعد يعني احنا خلصنا الاستحقاق الثاني من وهي الانتخابات الرئاسيه، ولا هنستنى الانتخابات مجلس النواب؟ لا لازم مجلس النواب يا فندم. حضرتك الدستور الجديد بتاعنا اوكل ان مجلس النواب هو اللي بيصدر القوانين اللي مختصه ومتعلقه بالحريات والحقوق الاساسيه والنقابيه. خلاص انتهينا، فلازم مجلس النواب. وخلاص احنا عملنا مشروع قانون النقابات الجديد، الموضوع منتهي تماما، هو في مجلس الوزراء لم يتم سحبه كما يدعي البعض. ان شاء الله باذن الله الاستحقاق الثاني جاي قريب، هينزل اول حاجه في مجلس النواب باذن الله. وبعدين انا خلصنا كمان قانون العدل في الايام اللي جايه هنطلقه للحوار المجتمعي، وهندعو منظمات اصحاب الاعمال والعمال يناقشوا معانا جلسه 2 3 زي ما هم عاوزين لغايه ما يتفرجوا على الصوره اللي هم هيرضوا عنها، وبرضه هنرفعها لمجلس الوزراء انتظارا لمجلس النواب باذن الله. سيادة الوزيرة، هل في فرص عمل نقول كده للشباب في مصر الحلوة؟ أنا كنت الفترة اللي فاتت علقنا على توقيع بروتوكول كمان مع دول الخليج وكان منهم السعودية ب 35,000 فرصة عمل يا فندم. لا السعودية كان 3000 بس. 3000. وهم كانوا عاوزين من محافظة معينة، بس أنا اشترطت إن هي تبقى على جميع المحافظات. ودي اعلنا عنها وفي طلبات اتقدمت. هل بالفعل سيتم القضاء على دور الكفيل او ان احنا نلغي فكره الكفيل يا فندم في الطريق؟ ده نظام دوله، احنا مش هنقدر نقول ان ده نظام دوله يا فندم. يعني يمكن في المستقبل هيبقى في حاجات كتير، واعتقد ان السعوديه ليها دور اكبر بكتير من ان احنا نختصره في حاجات زي كده. فرص العمل اللي بتتاحها ما بتبخلش بحاجه. فرص العمل بتتاحها حتى فرص، يعني لسه اعلنت عن فرص العمل اللي هتتاحها السعوديه في شركات بتعمل في اثناء موسم الحج. في حاجات كتير هتتغير. هل في فرص عمل داخل مصر يا فندم؟ في كتير يا فندم والله. وبعدين انا فوجئت ان انا يتم الاستعلام عنها من الشباب ازاي يا سياده الوزير؟ يعني ايه الطريقه اللي اعرف اوصل بيها المكان اللي فيه الاعلان ده؟ هل على صفحه الوزاره ولا فين؟ في على موقع الوزاره، بس يعني معلش ما تقوليش بقى دلوقتي لان دلوقتي لا ما فيش مشكله يا فندم، بس ولا في اماكن على موقع الوزاره يا فندم. في شباب عارفينه على فكره. وبعدين يعني ايه، انا كانت الاول النشره القوميه، انا عارفه ان مش اهتمامات الشباب ان هم يعملوا حاجات ورقيه ما بيهتموش بيها. انا جبت شاشه كبيره قوي دلوقتي بنركبها، يعني خلال اسبوع باذن الله هتكون ركبت، هتبقى كبيره جدا، عرضها مهول. هحطها عند الوزاره، هتبقى كمان معلنه الوظائف المتاحه والشروط بتاعتها في الجرايد في بعض المحطات التلفزيونيه. رحبت ان انا لما يكون عندي فرص متوفره اعلنها. اذا كنت حضرتك تحبي ان انا ابقى اعلنها كمان عند حضرتك. في الوسائل اللي الشباب بيحبوها، الفيسبوك، الحاجات المرئيه اللي ممكن يلمحها في الشارع وتوقفوا شاشه جميله لطريقه العرض بتاعتها. بحاول اوصل لهم بالطريقه اللي هم بيحبوها وبيفضلوها. لو حضراتكم عملتوا ميل في كل القنوات طبعا احنا هنرحب بده جدا، يبقى فقره معانا ميل او فرص عمل من خلال القوى العامله ونعلن عنه في اخر برامجنا، ده هيبقى شيء رائع ومحدش هيبخل ان يدعمكم وندعم الشباب انه يلاقوا فرص عمل يا فندم. اكيد يا فندم. والله يا معالي الوزيره، يعني الاهم من توفير فرص عمل هو تاهيل الخريجين
سواء كانوا خارجين المعاهد المدارس الفنيه ليوهموا سوق او العمل. المعاهد والكليات الجامعيه، لان في فرص عمل كثيره جدا ولكن محتاجه التاهيل. واعتقد ان الوزاره اسمها وزاره القوى العامله والهجره والتدريب، وبالتالي اعتقد ان حضرتك انا مختصه بيه فعلا. بس انا عارف حضرتك في اكتر من جهه دلوقتي بقت بتتبنى التدريب، والحمد لله ان معالي رئيس الوزراء اطلق ان هو اصدر لنا قرار جريء بتشكيل المجلس القومي لتنميه الموارد البشريه. دي لاول مره يبقى عندنا المجلس القومي لتنميه الموارد البشريه، وهيبقى في مجلسين تنفيذيين، مجلس بيشرف عليه وزير التربيه والتعليم خاص بالتعليم الفني واعاده صياغه التعليم الفني واعاده سمعته، ويبقى ليه سمعه طيبه. العامل الفني لازم ياخد حقه، ومجلس تنفيذي بتشرف عليه وزاره القوى العامله وبيعني بالتدريب المهني واللي حضرتك بتقوله بالظبط. بنشكر حضرتك سياده الوزيره الدكتوره ناهد العشري وزيره القوى العامله. بنشكر حضرتك يا فندم، وبنقول لحضرتك مبروك على العرس الديمقراطي اللي يمكن الوزارات كلها تشاركت انه يطلع لمصر وتطلع مصر باحسن شكل. بس يا فندم نشكرك سياده الوزيره. نرجع الحوار مع حضرتك، وانا اسفه ان احنا توقفنا، لكن توقفنا عند المراه ومع المراه. ماشي، ففي السياق يا فندم. انا لا تعليق في السياق. لا اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. هو طبعا فانا مش عايز نحسب الشباب بتاع نص البلد، مقاهي نص البلد اللي تصدر المشهد الفضائي لاسباب مختلفه، ونقول ده بيمثل شباب مصر. شباب مصر اقوى من هذا واعمق من هذا ووطني، وعارف دوره في بناء هذه الامه، وخرج وقاد ثوره 30 يونيو ونزل بالملايين في الاستحقاق الرئاسي في الانتخابات الرئاسيه في 3 ايام. وهذا الشباب هو محتاج بقى يعني من يحنو عليه. احنا حضرتك كنت بتكلم مع وزيره القوى العامله السيده ناهد عشري، انا محتاج ان نعمل يعني عده برامج تدريب تحويلي او تاهيل للخارجين. هل حضرتك حاولت تتواصل معاها؟ طيب طبعا ان شاء الله، وهذا الكلام تنفيذ على الارض، وده محتاج برضو تنسيق مع رجال الاعمال. هي كمان زفت الينا مساله المجلس القومي لتنميه الموارد البشريه، فده يمكن اللي بياكد. اصل ابراهيم محلب يعني راجل مقاتل، وهو ده يعني لو كان تولى من بعد 3 يونيو كانت مصر كانت اختلفت كثيرا، ولكن هو ربنا اللي شاء كده. انما انا محتاج ان يبقى في عندي فرص عمل، يعني فرص عمل اللي بتكلميها حضرتك ده محتاج مشروعات قوميه. انا عندي ما يكون من 12 ل 15 مليون شاب عاطل، دول الطاقه لو انفجرت تهدد الوطن مرة أخرى. البلد كانت متوقفة على مدار 3 سنين. لا ده مش متوقفة، ده أولا البطالة ديت احنا ورثناها من عهد الرئيس الأسبق مبارك طبعا. مش جديدة، وتفاقمت مع إغلاق 3500 مصنع أغلقوهم، تم إغلاقهم بعد 25 يناير. فعشان كده التركة ثقيلة جدا على المشير السيسي، وعليه بقى إن هو ينطلق في محاور متعددة، سواء كانت يعني تنمية وتعمير سيناء واعتبارها قضية مصر قضية أمن قومي، محور قناة السويس، إعادة الاهتمام بالمصانع المملوكة للدولة وخاصة كثيفة استخدام العمالة، بحيث كل هذا الكلام يساهم في حل جزء من مشكلة البطالة. وده اللي يخليني برضو أكد كلام يعني أكد مع حضرتك في أنتوا كأحزاب شايفين أهم الملفات بجانب ده اللي تبقى موجودة على مائدة الرئيس القادم، وإنه يبدأ بيها بجانب ال3 حاجات اللي حضرتك قلت بيهم اللي يقدروا يحلوا لنا قصة البطالة من 12 ل 15 شوف حضرتك اللي بيبني لأي أمة السواعد الفتية، أوروبا أمة شاخت المواليد فيها في انقراض، وكذلك أمريكا، وبيعتمدوا على اللي بيجي لهم من الشرق، سواء من الشرق من المنطقة العربية أو من أفريقيا وآسيا. فأنت محتاج إنك أنت تستفيد باهم ثروه ربنا اديها لك اللي هو الشباب عندك. القوى البشريه ديت محتاجه انك انت تعمل لها مشروعات عملاقه، وفي نفس الوقت تهتم بالصناعات الصغيره ومدنيه الصغر. بس بقى ما يبقاش على زي ما صندوق الاجتماعي بيعمل، يدوا له قرض ويدوا له فايده 14%، وفي النهايه المشروع يتعثر ويتم حبس الطالب. لا احنا عايزين، احنا بنحط حاليا في الموازنه العامه للدوله بنحط، كان في زمن مبارك في حكومه نظيف كان 5 مليار جنيه سنويا، حاليا 2.5 مليار دعم للمصدرين في صادرات لا تمثل شيء، لان في النهايه بيحصل فيها تلاعب. طب ما نحول هذا المبلغ ال 2.5 مليار موجودين في الموازنه اهو، نحولهم للصندوق الاجتماعي بشرط انه يمنح قروض للشباب لمشروعات صغيره ومتناهيه الصغر بدون فائده مع فتره السماح 3 سنوات وبعدها يسدد. بهذا انت ممكن تعمل نهضه، يبقى انت خليت الشاب نفسه بحث عن مشروع هو وظهر محمي، انه في النهايه هيسدد اول قرض من اصل الدين بعد 3 سنوات وبدون فائده، وانت كدوله مش هتغرم حاجه،
ده من 2.5 مليون 2.5 مليار جنيه كانوا بيروحوا لحوالي 100 واحد من رجال الاعمال. انت قلت لهم لا انتوا عليكم انتوا بقى تدفعوا حق الدوله هنديها للشباب الصغير ده. وفي نفس الوقت الدوله تقول بقى الدوله بقى تبقى شريك في عمليه البناء والانتاج. يعني مساله ان النظام اللي اخذه من اول حكومه عاطف عبيد لغايه احمد نظيف لحد ما قامت ثوره 25 يناير ان هو دعه يستثمر دعه يمر دعه يكسب وتوحيد الضريبه بال 20%، هذا النظام مش موجود في العالم كله. انا محتاج ان الدوله تدخل كشريك في عمليه البناء والانتاج وتبقى حريصه على انها تعمل مشروعات قوميه جاذبه للعماله. يعني انت عندك صناعه الغزل والنسيج، صناعه كثيفه الاستخدام للعماله، قضوا عليها من اول حكومه عاطف عبيد. انت محتاج تحييها مره اخرى. وفي مصانع رجعت يعني باحكام قضائيه نقدر ان احنا نشغلها. طبعا. لا وانت عندك في اراده، يعني اهم حاجه عندك الاراده السياسيه. انا اعتقد ان الاراده السياسيه للمشير السيسي ولابراهيم محمد عثمان رئيس الوزراء هو احياء القطاع العام، والقطاع العام ده هو اللي مكن جمال عبد الناصر وخليفه السادات من اعاده بناء القوات المسلحه، حتى اللي بنى دشم الصواريخ على الضفه الغربيه للقناه كانت شركات المقاولات المملوكه للدوله. انا محتاج الدوله تدخل كشريك في عمليه الانتاج، الدوله تدخل في اقامه مشروعات كبرى تحل مشاكل البطاله، وفي نفس الوقت تطلق الطاقات الشخصيه والفرديه لدى الشباب عن طريق تلك المشروعات الصغيره والمتناهيه السهر. ننزل حضرتك الشارع وفرحك خلينا نرجع تاني لفرحه الشارع، مش عايزه اتجاوز. انت عايزه الفرحه على دي طول. جدا انا فرحانه بمصر بصراحه جدا، لكن حقيقي لا حضرتك شايف ازاي الناس اللي بتقول ان عدد الاصوات الباطله دي ده معناها ناس معترضه كتير؟ يعني حضرتك شايف ازاي الاصوات الباطله وفي نفس الوقت تفسيرك للرقم اللي نزل؟ انا عارفه ان حضرتك كمان عندك فلسفه او وجهه نظر في الارقام اللي نزلت. شوفي حضرتك، يعني هو قالوا ان اجمالي عدد الناخبين المصريين 53 مليون و909 الف تقريبا. وهذا الرقم من وجهه نظري ليس هو الرقم الواقعي او الفعلي. ان ضمن هذا الرقم مين؟ فئتين ظروفهم الحياتيه ظروفهم العمليه بتمنعهم من ان هم يمارسوا حقهم الدستوري في التصويت. اللي هي اول فئه العاملين في الخارج. في عندك 8.5 مليون عامل مصري في الخارج بيعيش في اماكن بعيده عن مراكز الاقتراع. دايما بيقولوا مركز الاقتراع السفاره في العاصمه، هو يبعد عن العاصمه الاف الاميال. طب هيروح ازاي العاصمه؟ فما بيروحش. فده لا يمكن اعتبره يعني ناخب طبيعي. وعشان كده اللي صوت منهم كام؟ 351 واحد. من ال 8.5 يبقى عندك 8 مليون وحوالي 160 الف. لما نيجي نشوف بقى والفئه الثانيه يبقى ادي اهو، يبقى لازم انا اخصم من ال 54 مليون اخصم منهم ال 8 مليون. وعندك المصريين في الداخل الوافدين اللي هم اساسا يعني هجروا محل اقامتهم بحثا عن وراء لقمه العيش. هؤلاء كام؟ قالوا من 6 الى 9 مليون. لا خلوهم 6 مليون. اللجنه العليا للانتخابات، ودي لجنه المفروض انها بتيسر عمليه الانتخاب، يعني تيسر للناخب انه يدلي بصوته ويمارس حقه الدستوري. هم حطوا يعني عملوا اجراء لم يحدث من قبل. هو ايه؟ الناخب المغترب اللي عايز يصوت بعيد عن محل اقامته يروح يعني يسجل اسمه في الشارع العقاري. ده انت راجل انت ساب بيته واسرته علشان بحثا عن الرزق، هيضحي بيوم يروح يسجل. عشان كده مين اللي سجل؟ 61,000. حط 61,000 مع 351,000 حوالي 400,000 من 14 مليون عدد الاثنين 14 مليون ونص. يبقى عندك 14 مليون ناخب لا يعيشون في ظروف طبيعيه، وظروفهم اللي عايشين فيها لن تمكنهم من انهم يروحوا يمارسوا حقهم الدستوري ويصوتوا. طب اقسمهم من 54 يبقى عندك 40 مليون ناخب. يعني اجمالي الناخبين المصريين الفعليين الواقعيين اللي يقدروا يروحوا في ظروف طبيعيه 40 مليون. طب 40 مليون طلع منهم كام؟ طلع منهم حوالي 25 مليون. 23 وحاجه تقريبا. لا 23 للمشير السيسي. ولا مليون حوالي 25 مليون. احصائيات يا جماعه 26 تقريبا. ماشي خليها 25 26 مليون دول من ال 40 مليون. ده نسبه تصويت كام؟ 64%. ودي نسبه لم تحدث لا في امريكا
الانتخابات الرئاسيه الامريكيه ولا في الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه اللي هم. بقينا على اول الدول اللي بيدلوا باصواتهم ده فعلا. بس ده انا مش حقيقة عايز على مستوى العالم اظلم من نفسي، مش عايز اظلم نفسي. لا ده حقيقي، لا احنا حقيقي ده عالميا احنا من اوائل 10 دول على العالم في تصويت المواطنين. لا انا بتكلم يا استاذ ألفت ما اظلمش نفسي حقيقي. ما اقولش انا عندي عدد الناخبين 54 مليون، هم فعليا 40 مليون. طب ليه انا اقول 54 مليون؟ وبعدين لما بقى يقول لي ال 25 ده وصلوا 48% او 49% النسبه العاليه او 47%. يا فندم. لا دي بقى اصوات ناس، ده نسبه. لا ده تفكير وده حق. لا وفي منها رؤيه ومنهجه. ويمكن في ورا منها ناس دفعوا نقول ان هم سلفيين واخوان. طبعا بالتاكيد سلفيين واخوان واخرين وحركات من الحركات الاخيره. لا وبرضه هم القادرين على الحشد مثلا. برضه الرشاوى الانتخابيه السلبيه اشتغلت برضه. كلمه اخيره يا فندم تقولها. كانت بتمر. انما انا لما اجي اشوف لا المشاهد اقول للمصريين انتم كتبتوا تاريخ جديد لبلادكم، وقفتم امام اعتى دول العالم ممارسه للبلطجه والارهاب، خلصتوا بلادكم من الفاشيه الدينيه، وقفتم مع ابنكم وبطلكم وقائد ثوره 30 يونيو المشير عبد الفتاح السيسي، واعلنتوا للدنيا كلها ان هذا الرجل هو رئيسكم ل4 سنوات قادمه، وانكم مع المشير عبد الفتاح السيسي تجعلون من مصر يا ام الدنيا، وسمتها الدنيا قديما ذلك. ان شاء الله هتبقى قد الدنيا. بس احنا الايام اللي جايه محتاجين نغير ثقافتنا. احنا محتاجين نكون نخلي ثقافه العمل والانتاج والاخلاص محل ثقافه الفهلوه اللي كانت على مدى العقود الثلاثه الماضيه. وتحيا مصر. المصريون كتبوا تاريخ جديد لبلادهم وتحيا مصر. كانت هذه اخر كلمات المناضل والحزبي الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. شرفتنا يا فندم. بعد الفاصل معانا ضيف يعني بيزداد حلاوه بمصر، ومصر بتزداد حلاوه بعدد الفلاحين اللي موجودين واللي هو النهارده بيمثلهم. معانا الفلاح الفصيح الاستاذ او الحاج محمد برغش نقيب الفلاحين. نلقاكم بعد الفاصل. شرفتنا يا نجيب.